مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما تحيا جمهورية مصر العربية من قلب البيوت المصرية. الحقيقة عام 2023 احنا حابين نبدأ معاكم فيه ان شاء الله كده ببشرة خير. لسه حتى كانوا بيفكروا يعملوا هيئة خاصة بالطاقة الإيجابية. لا، احنا من خلال برنامجنا بيوت مصرية ومن خلال النماذج المضيئة اللي احنا بنلقي عليها الضوء بتبعث في الروح الطاقة الإيجابية، بتدي الأمل في مصر. عرفنا دايما ان من امتلك المعرفة امتلك المستقبل، ومن امتلك المستقبل امتلك كل شيء، وخاصة المعرفة والعلم بالتحديد مشاهدينا الكرام. وده اللي عرفناه من خلال لقاءاتي مع العالم الجليل الله يرحمه دكتور أحمد زويل، لما قال ما ينفعش انك تعمل مشروع ايا كان مشروع وانت يعني مالكش ايد فيه، والا تبقى عامل زي اللي بيسوق عربيه عنده عربيه جديده وهو ما بيعرفش يسوق. ده اللي بيخلينا احنا بنشوف المصريين والمصريات في كل مكان نابغين ونابغات، حاجه تشرف. تعالوا بينا النهارده من خلال برنامجنا بيوت مصريه احدى الفضليات عظيمات مصر في صعيد مصر بالتحديد وجمهورية مصر العربية. شرفت مصر في المحافل الدولية من خلال مؤتمر دولي هام جدا حضر فيه يمكن أكثر من 300 عالم في مجال العلم والعلوم التشخيصية فيما يخص الطب وخاصة القلب والأوعية الدموية. مشاهدينا الكرام، النهاردة هنكون معانا دكتورة هالة سالم. افتكروا الاسم ده كويس قوي، وافتكروا زي ما بيفتكر دكتور نبوية موسى، ونفتكر كل العظيمات اللي هم شرفوا مصر من خلال العلم وشرفوا مصر بل الوطن العربي من خلال العلم. دكتورة هالة طه محمد سالم، مدرس الأشعة التشخيصية والطب النووي بقسم البحوث الصحية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية المصرية. تعالوا بينا نشوف هذه الحلقة الهامة جدا، لكن بعد الفاصل. نلغي كلمة مستحيل. اللي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل. اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. يا احنا من عهدك يا غالي من شباب حر وأصيل. يا احنا من عهدك يا غالي من شباب حر وأصيل. نبني بنتك اعلى اسبق كل خطوة بألف ميل. يلي عاش حبك يعلم، يلي عاش حبك يعلم، يلي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل. يلي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. رجعنا من الفاصل مشاهدينا الكرام. خلونا كده ارحب بضيفتي العزيزه لاول مره تكون معانا في تلفزيون الصعيد بعد ظهورها في التلفزيون الوطني المصري، دكتوره هاله. اهلا بحضرتك معايا. اهلا بحضرتك يا استاذ عاطف. انا واسره البرنامج، لا اسره القناه كلها سعيده جدا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وبنشعر بالفخر ان احنا موجودين مع حضرتك. حي والله. وانا كمان فخوره ان انا موجوده في قناه بلدي يعني. واشكرك على قبول الدعوه. ربنا يبارك فيك. حي والله. ميرسي. لان انا بفرح اول لما بشوف شخصيه مصريه، وخاصه اذا كان الشخصيه النسائيه بالتحديد، انها بتتبوأ مكانه علميه عاليه على مستوى العالم كله. وانا اعرف المؤتمر ده يعد من المؤتمرات الكبيره والهامه جدا فيما يخص المجال التخصص الخاص بحضرتك. طيب انا عارف حضرتك عملت وكل التلفزيونات والفضائيات اتكلموا مع حضرتك واتكلموا عن البحث. البحث هو البطل، لكن البطله الحقيقيه
دكتورة هالة سالم، المكون الثقافي والبيئي والإنسان ابن بيئته، خدينا كده بالراحة كده للسادة المشاهدين، من هي دكتورة هالة؟ طيب أنا اسمي دكتورة هالة طه محمد سالم، يعني معروفة أكتر بدكتورة هالة سالم. نعم. أنا خريجة كلية طب جامعة عين الشمس، حضرت ماجستير ودكتوراه، وحاليا بعمل في اللي هي الأبحاث الخاصة بالترقية بتاعة أستاذ مساعد في مجال الأشعة التشخيصية. شغلي في هيئة الطاقة الذرية خلاني شوية مركزة أكتر مع إزاي أحمي المرضى من تأثير الإشعاع عليهم، وإن أنا أحاول نشوف إيه أنواع تشخيصية في الأجهزة بتقلل تعرض العيانين للإشعاع أكتر من غيرها، وبتوصل لنفس النتيجة، تؤدي نفس الغرض إن احنا بنشخص يعني. نعم. ده ماشي أكتر مع الرسالة بتاعة الهيئة عندنا يعني. فمن ضمن الحاجات اللي انا بحب قوي ان انا اشتغلها اللي هي تشخيص امراض القلب والاوعيه الدمويه يعني. يعني عززت فيها دراستي بدبلومه ودراسات تانية، لان انا بحس ان هو تخصص حلو وشويه يعني. الناس ممكن إذ فجأة فجأة بعد الشر فليه مش من بدري نبدأ نكتشف كده، زي السرطانات بتاعت الثدي في النساء وكده، بدأنا نشوف لها حاجات كتيرة تكتشفها مبكرا. فواي نوت ان احنا نعمل كده برضو في أمراض القلب يعني. دي كانت البداية ان انا اركز شوية على موضوع البحث اللي كسب ده يعني. جديد ان يعني معروف ان اي حد عاوز يعمل حاجة استكشافية بيعملوا قسطرة. تمام. لكن حضرتك الجديد في البحث بتاع سيادتك اللي هو ان احنا نشوف كمية الكالسيوم اذا في الشريان التاجية، اذا جاز للتعبير يعني، اذا حد ما فهمت كده، هذا صحيح؟ هو يعني جديد وقديم، بمعنى ان هو الفحص بيتعمل بس بيحصل انه دايما الناس اللي بيطلب لها الفحص ده بيبقوا شويه سنهم كبير، فعندهم ضغط، عندهم سكر، عندهم الكلى بتشاور عقلها في امراض تانية. فالفحص ده عبارة عن فحصين مقسومين بيتعملوا بجهاز الأشعة المقطعية. نعم. الأولاني بنقيس فيه نسبة الكالسيوم، والتاني بنروح مدين صبغة عشان نكمل بقى نشوف الشرايين نفسها. تمام. فاللي بيحصل ان انا بطلب من العيان أول ما يجيلي انه يكون عنده تحليل وظائف كلى عشان اطمن ان الكلى كويسة. تمام. فلو عيان الكلى عنده فيها مشكلة خلاص بيتحرم من الفحص كله تماما من أوله لآخره. احنا ما بنقسموش. تمام. هو البروتوكولات كلها انه الاتنين بيشتغلوا ورا بعض. تمام. ففي كذا مرة يجي عيانين بحس انه يعني طيب ما احنا ليه ما نستفيدش من الجزء الصغنون ده بتاع الكالسيوم، ما بياخدش بالظبط نص دقيقة يعني، ما بيكملش نص دقيقة على الجهاز، واطمنه او اقول له لا احنا لازم نجو اجريسيف اكتر من كده. فكانت دي فكرة البحث، انه ليه ما اخدش الحتة الصغنونة دي واعتبرها كأنها حاجة اكتشاف مبكر لأمراض القلب، هتقول لي يطمني يا تقلقني بس ابقى طالعه مش اللي هو لا معلش انت مش هينفع تعمل الفحص ده عشان وظائف الكلى عندك فيها مشكله. فيروح يشوف حاجه تانية. نعم. انا ممكن استفيد بالنص الفحص انجاز التعبير يعني، واديله راي قاطع يعني. طب انا حبيت اعرف الساده المشاهدين بايه هو البحث. تمام. وليه فازت الدكتوره هالة سالم بالمركز الاول على مستوى 86 البحث على المستوى الدولي، وده اللي خلى يعني انا شفت الانبهار في كل المنصه، وهم حتى هديك اماره لما قالوا حتى السمايل بسم الله ما شاء الله بالكاميرا معايا اهو يعني برضه كان برضه من ضمن الحاجه اللي اشادوا بيها، ربنا يبارك في عمرك دايما. لكن خلونا كده نتكلم عن النشأة. حضرتك اتولدتي، احنا بنتكلم عن المنيا والصعيد، عاوزين نعرف، الناس عاوزين يعرفوا الجانب الانساني عند الدكتوره هاله، والنشأة والميلاد والاسره والاب والام والاجداد. ربنا يرحم الست الوالده. بالمناسبه الست الوالده توفت في اكتوبر قبل المؤتمر بشهر ونص، واجمل ما كتبت الدكتوره هاله ان بهديها هذا الانجاز العظيم. فانا بحييكي، وفي نفس الوقت ربنا بنتمنى الرحمه للست الوالده. نتكلم بقى عن النشأة والاسره. اتفضلي سيادتك. يعني انا بابايا مهندس خريج كانت كليه هندسه المنيا زمان اسمها المعهد العالي الصناعي، ما كانش لسه كليه هندسه. ومامتي خريجه تربيه رياضيات يعني بتدرس رياضيات. بابا كان درس شويه بره في انجلترا والمانيا، كمل دراسات عليا ورجع بقى مصر اشتغل شويه، وبعد كده بقى اللي هي الحياة بقى متطلبات الحياة فاضطروا يسافروا. يعني أنا معظم حياتي كانت تقريبا برا مصر. بابا وماما اضطروا يسافروا اليمن سنة، وبعد كده السعودية فترة طويلة جدا. يعني أنا حياتي كلها. حضرتك كنت في إخوات؟ أنا عندي أنا كبيرة وإحنا 6 إخوات. 6 إخوات ما شاء الله. كان كلهم اتولدوا برا؟
لا، في ناس هنا وفي ناس بره، يعني على حسب بقى المكان يعني. تمام. تمام، اتفضل. سامح حضرتك، اتفضل. فسافرنا قعدنا في اليمن سنة، وبعد كده رجعنا مصر قعدنا سنتين، وبعد كده سافرنا السعودية. أنا قعدت في السعودية من رابعة ابتدائي لغاية ثانوية عامة. من رابعة ابتدائي لثانوية عامة. لكن الميلاد كان فين بالظبط؟ كان في مصر، كان في المنيا. في المنيا الأول. تمام، اتفضل يا سيادتك. تمام. وبعد كده يعني معظم حياتي بصراحة، يعني تأثري أكتر أو نشأتي كانت السعودية ودراسة الدين هناك، وهم ليهم كده نظام معين في التعليم. الدين مهم جدا، يعني احنا كنا بندرس مواد دين كتيرة. أنا حسيت إن أنا كنت محظوظة بإن أنا كنت هناك في الفترة دي. تمام. وهي دي فرقت معايا ومع إخواتي، خلتنا حتى كل الناس هنا ما بيتعاملوا معانا ومحدش عارف خلفيتنا إن احنا عايشين بره. في السعودية يعني معظم عمرنا بيحسوا ان احنا مختلفين، يعني فينا، مش ان الناس هنا، يعني انا اقصد ان التربية الدينية اللي تربينا عليها فرقت شوية معانا، اثرت علينا، انعكست في الفكر وفي السلوكيات، في كل حاجة. كل حاجة يعني. تمام. يبقى دي السعودية. قعدتوا في قد ايه في السعودية؟ انا قعدت لغاية ثانوية عامة، لكن بابايا ومامتي فضلوا مكملين. يعني انا نزلت طبعا عشان الجامعة بتاعتي، كان لازم انزل هنا عشان دخلت كلية الطب طبعا جامعة المنيا. فكان لازم انزل مصر كمل دراسة. كانت هدف كلية الطب؟ لا. انا كنت انا كان نفسي جدا ادخل تربية قسم فيزياء. بحب الفيزياء جدا جدا. كنت انا واختي مع بعض ثانوية عامة. فرقنا بيننا وبين بعض 1%، بس طبعا 1% عشان احنا جايين من السعودية، ففرقت جامد في الكلية. ليه؟ لا، احنا بيننا وبين بعض سنة، بس دخلنا المدرسة مع بعض. تمام. فهي ماما قالت لي براحتك، لو اختك جابت طب هدخلها طب، وانت تدخلي اللي انت عاوزاه. بس طبعا ابتدت تضحك عليا يعني. المهم ان انا جالي طب تنسيق. هي طبعا ماما اللي بتكتب التنسيق، مش قهر، بس احنا كلنا متربيين ان احنا ماما ما ينفعش نزعلها. يا سلام. واللي هي عاوزاه هنعمله لها. يعني بابا كان هو ده سيستم حياتنا. يعني مش ان ماما مسيطره بس. لا هي دي طبيعه الام المصريه. هي بتعمل حاجات كتير، فمفيش يعني اقل من انا اللي هي نفسها فيه اعمله لها، حتى لو هو ضد رغبتي شويه. اكيد هو الاحسن، لان ماما يعني عارفه انه ده الاحسن. ثقه في اختيارها. جدا جدا. وايمان بان اختيارها هو اللي هيكون خير. يعني انا رغم ان انا بقعد اقول يا ماما مش عاوزه، بس انا ما اقدرش اعمل حاجه هي مش عاوزاها. مستحيل. امتى كان بيتدخل السيد الوالد؟ لا، بابا يعني هو موجود اصلا ومتدخل وكل حاجه، بس هو كان بيشوف انه ماما العلم عندها مهم جدا. هو بابا المفروض برضو اكتر، يعني بابا كان بيقعد يذاكر لنا وكل حاجه، بس هو شايف ان هي ماشيانا صح، فهو مش حاسس انه مطمن. يعني هو مطمن. ايوه بالظبط. هو مطمن. بيبقى في كتير من الامهات يعني انا مش كده. نعم، انا مش كده. ما كنت لسه اسال حضرتك. مش كده ازاي بقى يعني؟ يعني انا مع ولادي، بنتي الكبيره جابت، هي برضو كانت اي جي، فاي جي في ثانويه عامه تدخل، هي علمي ورياضه وعلوم. فجابت مجموع يدخلها طب، وجات لها طب فعلا. بس هي قالت لي ماما انا عايزه هندسه. قلت لها خلاص جو اهيد، بس هندسه صعبه. انا عندي اخت مهندسه، قلت لها طب اتكلمي معاها وشوفي يعني. صحيح. فقالت لي انا بصي، انا لن اعيش في جلباب ابي، انا مش عايزه ابقى دكتوره. قلت لها خلاص براحتك، انت نفسك تكوني مهندسه براحتك، انا مش هعترض. برضو ابني كان انا جوزي ضابط شرطه وانا دكتوره، فكان طبعا بابا نفسه يدخله شرطه وكده زيه. قال بابا نفسي يا اما ابقى ضابط في القوات الجويه، يا اما ادرس مانجمنت وفاينانس والحاجات دي. فظبط في القوات الجويه، وابني ما شاء الله طويل، فمن على الباب قالوا له انت مش هتنفع يعني. من على الباب الطول اطول من اللي احنا صحيح. في 3 اطوال، انت اطول من الثلاثه. صحيح. نعم. ما اتخذش، فخلاص على طول مانجمنت، ورفض ان احنا نتدخل يعني. هو واحنا بصراحه يعني انا وباباهم اللي بيحب، يعني احلى حاجه في الدنيا انك تحب الحاجه اللي انت بتشتغلها، فتوصل فيها لاعلى حاجه انت عاوزها. وحتى انا هقول لحضرتك، حبي للفيزياء هو سبب ان انا افوز بالبحث ده في الطب. صحيح. في ربط. يعني في ربط. ايوه. انا اقعد على الجهاز واقعد اشوف الفيزيكس بتاعته بيشتغل ازاي، سوفت وير انظام، ده شغفي. يعني ابقى قاعده جنب الفني وهو بيشتغل، وده بيشتغل ازاي وده بيتعمل ده يعني مش كل الدكاتره بتبقى انترستد في حاجه زي كده. ولما يبوظ الجهاز ويجي المهندس اللي بيصلحه اقعد جنبه. وحتى هو في مره بيقول لي انت بتحاولي تلقطي الطريقه عشان تصلحيه بعد كده. قلت له لا، انا يعني انا بحب الحاجه دي، حب المعرفه. بالظبط. حب المعرفه. لكن ما بين السعوديه واليمن، وما ذكرناش الكويت.
الكويت. ما الكويت دي كانت اول سنه في حياتي يعني. هو البدايه خالص كانت في الكويت. اه قعدت فيها كتير. لا كنت صغنونه خالص يعني. لسه ما تدركيش يعني. لا بس اعرف ان انا عشت فيها سنه من حياتي يعني. اليمن كانت اولى ابتدائي. اولى تدريكي برضو يعني. فاكراها. لا فاكره اليمن وفاكره الناس اللي كانوا معانا فيها. بس ما اللي كان سعيد. يا رب ترجع سعيدة، يا رب ترجع سعيدة. أنا عندي أصدقاء كتير من اليمن على فكرة. عندي أصدقاء كتير بس مش من وأنا فيها. من بعد كده في الدراسة في الجامعة، وبعد كده في الشغل بقيت أحتك بأطباء من الدول العربية. فكان طبعا بيجمعنا مع الناس أكتر، اللي هم أنا عشت في بلدهم، أقعد أقول لهم أنا فاكرة كذا وأنا فاكرة كذا. فكان بتفضل الصداقة مستمرة يعني. فبالتالي لكن اكتر اقامه طبعا بحكم ان حضرتك استمريت في السعوديه لغايه ما وصلت ليه. السعوديه انا بعتبرها يعني وطني كمان، يعني زي مصر كده، هي يا سلام. انا بحبها جدا. طب نتكلم عن السعوديه، وانا حاسس برضو الست الوالده، انا عاوز برضو يعني هنشوف لها فيديو جميل حضرتك وهي معاكي في بعض اللقطات الجميله. نطلع فاصل مشاهدينا الكرام مع العالمه الجليله دكتوره هالة سالم في برنامج بيوت مصريه. أنا عندي حلم وفي يوم أكيد هقدر وطول أبعد سما. أنا فيا قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة. بحلمي كل في يوم كيان واخد مكان واوصل لأحلى من أمان. الشمس نورها عشان يبقى لازم تكون الدنيا قبله مضلمة. المستحيل وهم في خيال، كل اللي سابه القطر فات، بس اللي يتعب في الزمن ده بكرة يعمل معجزات. يفرق معانا كل حد وكل ايد بتشدنا، وازاي في ناس. صباح الخير. النهارده انا موجوده في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. النهارده انا عندي مؤتمر اللي هو الايميك كونفرنس، اللي هو International Conference on Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases 2022. انا عندي presentation هقولها ان شاء الله تبقى جميله، لكن من الحاجات اللي ماما نفسها تشوفها يعني. الحمد لله. اكيد هي حاسه واكيد هي عارفه، الله يرحمك يا مامتي، وكل أعمالنا في ميزان حسناتك يا رب. آمين. And the next award goes to the poster called Coronary Calcium Scan Acquisition before Coronary CT Angiography. Can be used as screening test for coronary artery disease. This was presented by Dr. Hala Salem from Egypt. رجعنا من الفاصل مشاهدينا الكرام في برنامج بيوت مصرية وحلقات استثنائية مع بداية عام جديد عام 2023 مع دكتورة هالة سالم من علماء هيئة الطاقة الذرية المصرية وفوزها بجائزة أفضل بحث عن قياس وتشخيص جلطات الشرايين التاجية ضمن 86 بحث بمؤتمر الوكالة الدولية. ضخم مش كده؟ وفي برنامج بيوت مصرية وفي الصعيد، وهي بنت الصعيد. عشان خاطر كده انا لما بشوف الدراما بزعل قوي، ولما الناس حبايبنا في الخارج اللي بيتابعوا البرنامج في الوطن العربي وفي الخليج بيقولوا الدراما ظلمت المرأة. معانا النهارده دكتورة هالة سالم بنت الصعيد وبنت محافظة المنيا، وراها ولسان حالها بيقول انا بنت مصر، انا ورايا 7000 سنة. دكتورة هالة، انا حابب برضو ما بين انتقال البيئة المصرية والصعيد بالتحديد، اخدت ايه الاول من الصعيد؟ النشأة في يعني كجينات الصعيد بالتحديد. لا هو انا بابايا صعيدي طبعا. بابا يعني بيغير جدا على بناته، بيخاف علينا جدا، بيحافظ علينا بطريقة رهيبة. ويمكن عشان كده كانت السعودية بالنسبة له حلوة، انه عرف يحتضننا ويعني يحتوينا ويربينا بطريقته، والدين هناك ساعده انه الدنيا اسهل. هنا يعني احنا لينا طبعا المنيا ليها عاداتها وتقاليدها صحيح. فاحنا حتى لما رحنا السعوديه ما حسناش وضع مختلف قوي، ما احنا المنيا برضو ليها طبعها المتدين يعني. نعم.
ف كان لينا بقى اللي هو احترام الكبير بالحاجات بقى اللي هي القديمه اللي الواحد نفسه العادات التقاليد اللي هي ترجع تاني. وتقعد ازاي قدام باباك ومامتك وتتعامل ازاي، والاحترام انا بقول لحضرتك انا يعني انا مامتي كل حد انا نفسي ان انت تدخل كلية كذا، اوكي يعني ما حدش فينا مش قهر، بس كلنا من كتر ما احنا حاسين قد ايه هم يستحقوا، وقد ايه هم اكيد بيختاروا لنا الاحسن. يعني حضرتك قلت بابايا صعيد، الست الوالده ماما سعديه برضو، ماما سعديه يعني بابا من ابو قرقاص، ماما من بني حسن. بني حسن فاصل نهر النيل بس. مفيش ده فرق فاصل بس كده. انا بنحكي ده الدكتور هالة، يعني العلماء حياته كلها في البحث العلمي، وحضرتك هتكملي برضه، مش يعني عارف انا مش هتبطلي ده. لا. لكن الجانب الانساني الجميل اللي هو ليه تاثير على المكون الفكري لدى الانسان نفسه، هو ده اللي احنا بنحب الناس تسمعه من حضرتك لما تكلمينا عن مفردات ابو رقاص وبني حسن والعادات التقليديه. فاكره الاكلات طيب في المنيا؟ طبعا، ما انا اصلا ما انا يعني ما لا بس برضه الثقافات اختلفت برضه، حضرتك سافرت وعملت ورحت بيئات مختلفة، فاكيد برضه هو طبعا احنا مسيطر على الاكل بتاعنا بسبب السعوديه، الكبسه والحاجات دي، لكن احنا اصلا ملوخيه والارانب والرز الحاجات المصريه. بس انا ماما بصراحه ما كانتش قوي بتاعه طبيخ، عشان لو قلت بتعرف تطبخ كل الناس هيعرفوا ان انا بضحك عليهم يعني. ماما بابايا كان ليه اكل معين اللي هو ملوخيه، رز، ملوش في المكرونه، خضار الاحمر اكيد، لحمه، فراخ، تقليدي جدا في اكله. فماما ما كانتش بتبتكر لانه هو ما بيحبش، هو دي اكلاته بيحبها واحنا طلعنا زيه. تمام. لما رحنا السعوديه بدانا ما تاثرناش قوي بالاكل بتاعهم الا الكبسه، ان الكبسه شويه كانت برضو شبه اكلنا المصري بالفراخ وباللحمه والكلام ده. أيوة. انا بعد ما اتجوزت عرفت بقى اكل الصعيد، لان انا اصلا برضو جوزي قريبنا، قريب مامتي، وانا ما كنتش لما اتجوزت ما كنتش بعرف اطبخ. ايوه. فاللي علمتني الطبيخ حماتي، اللي هي بقول لها ماما، اصلا ما بحبش كلمه حماتي دي. تمام. فمامه جوزي هي اللي علمتني ازاي اطبخ. صبرت على حضرتك، ماليش ان انت ما تعرفيش. لا ده انا اصلا بقيت يعني اول ما اتجوزت وهي حاسه ان هي جت عندي، كان في ظروف كده فجت عندي. فبقى قلت لها ماما والله انا يعني هحاول وهطبخ، بس انا في حاجات متعلمه كده. راحت قايله لي هقول لك حاجه يا هاله، قلت لها اتفضلي. قالت لي اللي علمك الطب يعلمك الطبيخ. طبيخ ايه اللي انت بتكلمي فيه؟ اللي علمك الطب يعلمك الطبيخ، يعني لو انا متعلمه الطب ايه الطبيخ جنبه اللي انت خايفه منه؟ قلت لها بجد يا ماما؟ قالت لي وبدات تعلمني بقى، تعمل حاجات قدامي تقول لي اعمليها وتطلع حلوه تطلع وحشه، زي العسل زي السكر، تقعد تنبه على عادل انه ما يقولش اي حاجه على الاكل، ما يعلقش ويقول ان هو حلو حتى لو مش حلو. يعني ما كنتش بقدر اكل وهما بياكلوه يعني لغايه ما واتعلمت. يعني انا اللي معلماني الطبيخ حماتي. ده جميل والله، ده جميل. احنا بنحييها واحنا هي الله يرحمها بقى، ربنا يرحمها يعني يرحمها. تركت اثر في حضرتك جدا. اكتر حاجه علمتها لك ايه طيب؟ لا هي طبعا او معنى صح ايه يعني هي اضرب ابنها بيحب ايه، فاكيد علمت حضرتك ما يفضله عادل بيه بالنسبه لسيادتك يعني. لا هي يعني هي ما كانتش من الحموات اللي هو اعملي لجوزك اللي هو عاوزه. لا هي بتعلمك بثقافه. انت عايزه تتعلمي ايه؟ بس هي مامة عادل يعني دورها في حياتي كان كبير جدا، لان انا لولا لا ثم هي انا ما كنتش خلصت الكليه بتاعتي. لان انا طبعا اتجوزت بعد سنه رابعه، كنت لسه قدامي 5 و6 والامتياز في الكليه اثناء الدراسه، اثناء كليه الطب. فلو هي لولا الله ثم ان هي كانت في حياتي، انا كان بيجي لي وقت الامتحانات. انا اول امتحانات امتحنتها سنه 5 معايا طفله، انا كنت مخلفه بقى بنتي كبيره، كملتش اسبوع. جت هي قعدت معايا من قبل الولاده بشهر، وبعد ما ولدت بقت هي تقعد معاها يارا وهي صغننه، وكنت اقول لها يا ماما تعباكي معايا، تقول لي انتي مرات ابني، وان انت تبقي، وهو واخدك دكتوره، هو مش واخدك واحده بثانويه عامه، ولازم هتبقي دكتوره. الله. وكانت تفضل قاعده معايا، وفضلت في ماجستير يعني 5 و6 والامتياز. كلمه السر، عادل يقول لها هلا عندها امتحانات والله تسيب بيتها، رغم انه حضرتك عارف انه اهل القرى مفيش حاجه اسمها تسيب بيتها يعني. ايوه صحيح. كانت تسيبه وتيجي وتقول لي يعني، اقعد اقول لها انا اسفه بتعبك، تقول لي انا مش تعبان، المهم ان انت فرحيني بان انت تجيبي تقديرات زي ما كنت بتجيبي قبل ما تتجوزي بالظبط، انا عايزاكي ترفعي راسنا قدام باباكي وماما. الله كانت دايما تقول لي كده يعني. بس دي حد جميل قوي. انا ربنا كرمني في حياتي الحمد لله ما شاء الله يعني. بس دي حاله نادره.
هي كانت حد ولا ممكن مختلف. يكون في برضه احنا ما نعرفش؟ لا هي ده حد نموذج بسم الله ما مختلف، شاء الله هي يعني. حد مختلف. حماتي دي بجد ربنا يرحمها يعني، لا انا من الناس المحظوظه بيها بجد يعني. وفي نفس الوقت برضه عادل بيه انه قدر جوز حضرتك ان هو قدر يوفق الوضع بان حد يرتبط بحد في كليه الطب، دي صعبه شويه. كل الناس خوفوه وقالوا له دي كليه طب، صح كده؟ واهلها مدلعينها وما بتعرفش تطبخ. الثلاث حاجات دول. التلات حاجات. طيب استقبل الثلاثه اللهم ازاي؟ انا شفتها وحبيتها وهتجوزها. بسم الله ما شاء ما الله. قاليش مين اللي قال له كده لغايه دلوقتي يعني. ده سر. لا مش راضي، لانه عارف انه لو قال لي انا هاخد موقف يعني. طب هعمل فلاش باك صغير كده لما يعني وقع حصاد حضرتك او فوز حضرتك بالمركز الاول في مؤتمر كبير ده على المستوى الدولي، كان تاثيره عليه؟ على جوزي اه كان سعيد جدا جدا. انا اتفاجئت بيه ان هو يعني، انا اصلا كنت هناك مش مركزه بسبب ان انا لسه المؤتمر خلصان وعايزه اجيب لاولادي حاجات بقى قبل ما اسافر، انا تاني يوم مسافره. فالموضوع ما خدش مني اكتر من ان انا انبسطت بالجائزه، تمنيت ان ماما كانت تبقى موجوده، وطيب يلا بسرعه بسرعه عشان بكره مسافره يعني. اتفاجئت لما نزلت مصر ان هو عمل بوست على الفيسبوك، كلم كل اصحابه قال لهم بصوا النجاح العظيم اللي هالة عملته. هو اصلا السفريه انا مسافراها، هو اللي دافع لي تكاليفها رايح راجع يعني، ما شاء الله. بالاقامه وكل حاجه هو عادل اللي دفعها. يعني داعم جدا. لا هو دايما يقول لي انا متجوزك دكتوره، انا عايزك تبقي دكتوره. وهو ده بيجي لان الزوج نفسه الحمد لله هو عنده مكانته في المجتمع وعنده برضو برستيج وشغله. ايوه. فانا بالنسبه له يعني انا لما انور ده نور جنبه يعني، احنا الاثنين بننور بعض. دي نقطه مهمه جدا. يعني انا حبيت بس لما جبنا زوج سيادتك عادل بيه في النقطه دي، كنت عاوز اشوف يعني رد فعله ايه بعد فوز حضرتك بهذا انا المركز. اصلا ما كنتش عايزه اسافر، وهو اللي قال لي لا سافري. يعني ما كانش مخطط ان احنا ندخل في لا انا قدمت وجالي وان انا اروح وكده، بس انا الموضوع لما لقيت بقى بدات الدنيا تغلى والاسعار مرفوعه، قلت له بلاش. يا سلام يعني كنت مشفقه على الوضع. راح قال لي لا انا ما عنديش اي مشكله. طيب هرجع تاني، كلنا ممكن ندخل الكليه اللي بيحبها، تمام، لكن ما وراء الكليه بعد تاني بيختلف. يعني انا شرفت بلقاء الدكتور احمد الزويل. هو خريج كليه علوم وكمل. حضرتك في الاف يدخل كليه الطب، لكن نوابغ قليلين. لما حضرتك دخلت كليه الطب، هل لمجرد ان ابقى طبيبه وتخصص معين، ولا كان لا التفكير ابعد من كده بكتير؟ هو انا قلت لحضرتك انا كليه الطب كانت حلم ماما اكتر منها حلمي. تمام. وانا ما قدرتش ان انا يعني ازعلها، فدخلت كليه الطب. وانا من النوع اللي هو لو الحاجه مانداتوري لازم اعملها، يبقى ما قداميش غير ان انا استمتع واسترخي واعملها. خلاص انا دخلت كليه الطب لازم تخلص. خلصت كليه الطب وانا بصراحه مش عارفه طب انا عايزه ايه فيها، ما احنا بناخد كل التخصصات مفيش حاجه. وكان طبعا لما خلصت بقى معايا يارا وعبد الرحمن يعني يارا وعبد الرحمن. تمام. كان يعني انا طالعه بولادي من الكليه. فبدات شويه، اخدت طب مسنين فتره، وبعد كده طب مسنين اللي هو من بعد من بعد 70 سنه وطالع. فلقيت المسنين كلهم يعني غالبا بيموتوا، يعني اللي هو السن والعمر والمرض. فبعد ما قعدت فيه حوالي 4 شهور او حاجه سبته، وبعد كده خدت حاجه اسمها تخاطب. بعد ما حضرت الماجستير تخصص تخاطب. حضرت بقى انا يعني انا بدور على حاجه برضو، انا ما بعرفش اعمل حاجه ما بقاش مبسوطه. اخدت تخاطب وقعدت فيه 2 وخلصت الماجستير، يعني خلصت الامتحانات بتاعه الماجستير وعملت رساله ورحت برضو سايب. نعم. وبعد كده بقى لقيت الأشعة بقى فيها الفيزيكس وفيها يعني فيها الخليط بقى الحاجة اللي أنا بحبها. تمام. فتخصصت أشعة والحمد لله ما سبتهاش. أشعة تشخيصية. أشعة تشخيصية. هل البحث، مش البحث كبحث علمي، لكن أن أبحث عن مجال معين، تخصص معين، عشان خاطر أبقى متميز فيه، منفرد فيه، يعني شيء طبيعي. أنا كعاطف عاوز أبقى متميز في حاجة معينة، فأكيد ده كان في فكرة حضرتك تبقى عاوزة متفردة في نقطة معينة. ما كانش الهدف التفرد قد ما أنا بدور على حاجة أحبها وأنا بشتغلها. أنا ما أقدرش أعيش
مغصوبة ان انا اعمل حاجة. مش دي شخصيتي يعني. مم. لو اتغصبت بستمتع، بس بحاول اطلع الحلو اللي في الموضوع يعني. تمام. مش اللي هو اتغصبت وخلاص وامري لله لا، ماشي وامري لله وهعمل، بس ادور على الحلو اللي يمشي مع شخصيتي، فاقدر ابقى مستمتعة واعمله وانا مستمتعة. كان مين نموذج ناجح حضرتك في المجال ده، في مجال التخصص، كنت حاطاه نصب عين حضرتك انا عاوز ابقى زيه؟ هو بصراحة يعني أنا لما اخترت أشعة كان في حد معايا في شغلي، زميلتي أكبر مني، في الشغل. هي قعدت تسابورت مي وتقولي على فكرة تخصص حلو. هي كانت تخصصها أشعة تشخيصية. لما لقيتني متخبطة كده ومش عارفة، اسمها دكتورة دينا الحسيني يعني. أيوة. قعدت تقول لي هالة انتي والله هتنبسطي في الاشعه، انتي دماغك حلوه وبتاعت الاشعه. كانت بالنسبه لي وقتها اللي هو تلفزيون السونار عباره عن تلفزيون ابيض بيوش وخلاص، مش فاهمه انتوا بتبصوا على ايه يعني. فبدات اركز كده معاها، بدات احس الموضوع لطيف. ولما دخلت بقى وسجلت ماجستير ولقيت المواد فيها فيزياء وفيها حاجات بقى اللي انا بحبها يعني. الاشعه فيها شويه فيزياء محترمين يعني. وعايزه ان انت تبقى دماغك فاهمه الفيزيكس كويس عشان تعرف تدخلها، بس مش للدرجه يعني. حتى اللي مش فاهم فيزيكس بيعرف يشتغل اشعه كويس يعني، بس لما بتكون فاهم فيزيكس بتضيف ليك حاجه كويسه يعني. نعم. فتوكلت على الله واشتغلتها. حتى في الاول هي اللي علمتني حاجات كتير وكانت بتخليني اخد مكانها في اماكن وكده يعني. الحركه دي كانت بتديني ثقه في نفسي، وان انا فعلا حد كويس، بدليل ان هي بتسيب لي مكان باسمها انا اشيله وهي مش موجوده. وبعد كده بقى معايا برضو في القسم، احنا قسم الاشعه دايما متميز ان هو ستات اكتر او بنات اكتر، كلهم يعني سيدات يعني. معظم الاشعه بيبقى سيدات، لان هو من التخصصات اللي بتبقى سهله على السيده ان هي تراعي بيتها وشغلها في نفس الوقت. ما تبقاش مايله ناحيه شغلها اكتر يعني. تمام. ما عدا بعض الحاجات برضو في الاشعه مش سهله على الستات شويه، بس ما فيش حاجه صعبه على الستات يعني. بس ده كويس. بس فكملت بعد كده. لما خدت الماجستير بتاعي كان في دكتوره برضو من الدكاتره اللي اثروا فيا جدا، كانت من المشرفين عليا في الرساله بتاعتي، اسمها دكتوره داليا زيدان. هي حد مشهور جدا في مصر يعني. برضو كانت شخصية يعني اللي هو أنا بحب شخصية الدكتور اللي مش تقليدي يعني، اللي هو ما نتكلم بدية، نتكلم النقطة دي منفتح. يعني في شكل كده للدكاترة اللي هو شكل كده ما بحبوش الكاركتر اللي هو تمام، عامل يعني زي الفلاسفه كده. وعايزه اقول لحضرتك ان انا بنبسط لما حد يقول لي بس شكلك ما يبانش ان انت دكتوره. ما انا مش عايزه يا جماعه الدكتور يبقى شكله غريب كده ليه؟ ايوه ليه ما نبقى دكاتره فرفوشين، مش فرفوشين شكلنا لطيف عادي. صحيح. اللي زي سيادتك قوه ناعمه، واختم عند الكلمه دي، قوه ناعمه. الدكتوره هالة سالم من علماء هيئه الطاقه الذريه المصريه، الفائزة بجائزة أفضل بحث عن قياس وتشخيص الجلطات الشرايين التاجية ضمن 86 بحث بمؤتمر الوكالة الدولية في برنامج بيوت مصرية. احنا ما بنتكلمش عن البحث، لكن اتكلمنا عن الجوانب الإنسانية عند الدكتورة هالة سالم. لكن اسمحوا لنا في الجزء الثاني إن شاء الله في الحلقة القادمة نستكمل حوارنا في برنامج بيوت مصرية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.